تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية بقيادة المدرب الأسباني خوسيه روبيرو. تترقب جماهير الأهلي الظهور الرسمي الأول للمدرب الأسباني خوسيه روبيرو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي تسلم مسؤولية تدريب الفريق في المرحلة المؤقتة التي تولى فيها عماد النحاس مهمة قيادة الفريق ليتوج بالدوري المصري بعد صراع مع بيراميدز. وستكون مباراة إنتر ميامي المقررة 3 فجر الأحد المقبل هي المباراة الرسمية الأولى للمدرب الأسباني الذي يطلع لبداية قوية ترسم ملامح الفريق في حقبته الجديدة، كما أنها تعبر عن شخصية النادي الأهلي الجديدة في اختبار قوي أمام منافس يضم كتيبة مميزة يتقدم النجم الأرجنتيني ميسي. ويمتلك الأهلي كوكبة من النجوم بعد التدعيمات التي أبرمتها إدارة النادي الأهلي لزيادة قوة الفريق في النسخة الجديدة من مونديال الأندية. ورغم أهمية كل لاعب بالقائمة، لكن المدرب استقر بنسبة 100% على التشكيلة التي ستشارك في افتتاح المونديال وفقا للمعلومات الواردة من معسكر النادي الأهلي المغلق بميامي. فإن الفريق سيدخل المباراة الأولى بتشكيل يضم كل من: في حراسة المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع محمد هاني وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام ويحيى عطية الله. خط الوسط حمدي فتحي، إمام عاشور، محمود حسن تريزيجيه. وفي خط الهجوم أحمد مصطفى زيزو ووسام أبو علي وأشرف بن شرقي. ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبالميراس البرازيلي. ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة 10 في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006 و2020 و2021 و2023. طبعا دي كانت كل أخبارنا النهاردة عن النادي الأهلي وعن التشكيلة المتوقعة أمام إنتر ميامي الأمريكي في بطولة كأس العالم للأندية، مباراة الافتتاح. إن شاء الله الأهلي يقدم مباراة قوية ويسعد الجماهير الأهلوية والمصرية بصفة عامة وكل مشجعي النادي الأهلي في أفريقيا وفي العالم العربي وفي كل بقاع الأرض. وإن شاء الله نتفرج على مباراة قوية للنادي الأهلي ويوضح فيها ويفرض سيطرته، ويؤكد أن الأهلي يتمتع بشخصية البطل لأنه زعيم القارة الأفريقية لفترة كبيرة جدا، وخوضه في كأس العالم للأندية بخبرته 9 مرات حقق خلالها 4 ميداليات برونزية: 2006 و2021 و2022 و2023. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير تاني وتشترك في القناة علشان يوصلك كل ما هو جديد عن النادي الأهلي. طبعا النادي الأهلي عامل خطة لإسقاط إنتر ميامي في أول مباراة افتتاح في كأس العالم للأندية. وضع الأسباني خوسيه روبيرو المدير الفني لفريق النادي الأهلي يده على الطريقة والخطة التي سيخوض بها موقعة الافتتاح لبطولة كأس العالم للأندية أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي بعد التعرف عن قرب على اللاعبين ومعسكر الفريق المغلق خلال الفترة الماضية. واستقر خوزيه روبيرو على خوض مباريات كأس العالم للأندية بطريقة 4-3-3 ومشتقاتها لضمان الاتزان بين الهجوم والدفاع، إذ تتحول في الدفاع إلى 4-2-3-1 والميل لعلاج الثغرات الدفاعية وبعض الأخطاء التي يقع فيها لاعبو الخط الخلفي لقلة الخبرات في البعض منهم، والحفاظ بقدر الإمكان على ثبات الخط الخلفي وتجنب اهتزاز شباك محمد الشناوي. وعقد خالد مرتجي أمين الصندوق القائم بأعمال نائب رئيس النادي الأهلي جلسة خاصة مع اللاعبين والجهاز الفني في غياب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي تعذر سفره مع بعثة الفريق بسبب حالته الصحية.
وأكد خالد مرتجي اللاعبين إنهم أمام فرصة تاريخية كبيرة للمشاركة في هذه البطولة واللعب في هذا المستوى مع كبار أندية العالم نقلا عن مصدر داخل النادي الأهلي. ووجه القائم بأعمال نائب رئيس النادي الأهلي خالد مرتجي حديثه للاعبين بضرورة أن يقدموا أفضل أداء لهم وأن يقاتلوا في الملعب لإسقاط إنتر ميامي ولإسعاد الجماهير، لأن المشاركة في هذه البطولة إنجاز كبير والجميع ينتظر منهم أن يعبر النادي الأهلي عن وجهه الحقيقي أمام كبار أندية العالم، والتأكيد أنه زعيم القارة الأفريقية بجدارة واستحقاق. طبعا دي كانت خطة للنادي الأهلي لإسقاط إنتر ميامي في عقر داره. إن شاء الله الأهلي يقدر يفرح المصريين ويفرح كل محبين النادي الأهلي في العالم لإسعاد الجماهير وتحقيق الهدف من أجل التخطي في المباراة الأولى أمام إنتر ميامي، وخطة كبيرة وخطة تكتيكية لإسقاط إنتر ميامي في أول افتتاح مباراة في كأس العالم للأندية. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة علشان يوصلك كل ما هو جديد عن النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. وشكرا لكم، وأرجو الاشتراك في القناة وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد عن النادي الأهلي. الأهلي يعلن القائمة النهائية للمشاركة في كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي. كشف النادي الأهلي عن قائمته الرسمية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 13 يوليو الشهر المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية. ووضعت القائمة التي أعلنها النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي 28 لاعبا سيدافعون عن ألوان المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام بمشاركة 32 ناديا للمرة الأولى في تاريخ المونديال. وضمت القائمة كل من حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف ومحمد سيحة. الدفاع خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس، أشرف داري ومصطفى العش ومحمد هاني، يحيى عطية الله. خط الوسط محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وصاحب الضربة القاضية محمد مجدي أفشة، والصاعد الواعد إمام عاشور وأليو ديانج وأحمد رضا وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا. خط الهجوم النجم وسام أبو علي وجريديشار. موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي. ويواجه الأهلي فريق إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 3 فجرا يوم الأحد المقبل. وتضم مجموعة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية كل من إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي. طبعا الأهلي يستعد بكل قوته لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي. أغضب منتخب مصر من هو حكم مباراة الأهلي وإنتر ميامي. أعلنت لجنة الحكام بطولة كأس العالم للأندية 2025 عن حكم مباراة افتتاح البطولة الذي سيجمع فريقين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي. ويلعب الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي مساء يوم السبت المقبل فجر الأحد بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات. واستند فيفا إلى إدارة افتتاح كأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي للحكم الأسترالي علي رضا فغاني. حكم أغضب كيروش. الحكم الذي سيدار مباراة الأهلي وإنتر ميامي أغضب منتخب مصر أثناء قيادة المدير الفني كيروش. وفي السطورة التالية نستعرض ما قدمه الحكم الأسترالي في مسيرته الكروية قبل إدارة مباراة
بحجم الأهلي وإنتر ميامي، والتي سيتواجد فيها ليونيل ميسي قائد الفريق الأمريكي وبطل القارة الإفريقية النادي الأهلي. ويحصل الحكم صاحب 47 عاما الجنسية الأسترالية والإيرانية، كما أنه سبق وتلقى العديد من الانتقادات المثيرة، وكان أبرزها عندما أدار مواجهة منتخب مصر مع تونس في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر. منتخب مصر تلقى هزيمة من تونس وقتها بنتيجة 1-0 في الدور نصف النهائي، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا على دكة البدلاء، وذلك بشهادة البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر وقتها. وبطبيعة كيروش المعروفة للمصريين لم يصمت بعد نهاية المباراة بخسارته بهدف دون رد، ليطلق تصريحات قاسية ضد الحكم الإيراني أو الأسترالي، حيث قال: لا أرغب في التعليق على أداء هذا الحكم لأنني لا أريد إنهاء مسيرتي هنا. وأضاف المدرب البرتغالي: الحكم دمر فريقي نفسيا بقراره في ركلة الجزاء التي رأى الجميع أنها غير صحيحة، وعلى الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يتحلل تلك الأمور ليختاروا الحكم المناسب لإدارة المباراة المناسبة. أزمة في بطولة آسيا. ولم تكن هذه المباراة الأولى التي يتعرض خلالها الحكم الإيراني للانتقادات، بل ارتكب أخطاء كثيرة في مباراة منتخب العراق مع المنتخب الأردن في بطولة كأس آسيا الأخيرة التي أقيمت في قطر، حيث شهدت هذه المباراة فوز منتخب الأردن بنتيجة 3-2، إلى أن الاتحاد العراقي تقدم بشكوى رسمية ضد الحكم رضا فغاني، وجاء مضمون الشكوى أن الحكم تعمد منح أيمن حسين بطاقة صفراء ثانية في نفس المباراة ليعرضه للطرد. كما طالب منتخب العراق وقتها بضرورة استبعاد الحكم ولو بصورة مؤقتة لحين البت في الشكوى. طبعا الحكم حكم إدارة مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية عليه العديد من الانتقادات والملاحظات. الحكم ده أغضب منتخب مصر قبل كده أمام منتخب تونس في كأس العرب أثناء كيروش، وحسب ضربة جزاء غير صحيحة رغم كل التحليلات من الحكام الدوليين والحكام المصريين بأنها ركلة جزاء غير صحيحة. ربنا يستر من الحكم اللي هيدير مباراة الأهلي وإنتر ميامي، بس إن شاء الله نادي الأهلي نادي القرن وحش أفريقيا إن شاء الله يثبت جدارته وقوته وقدرته على تخطي هذه المباراة إن شاء الله، ويقدر يفرح المصريين ويفرح كل مشجعي النادي الأهلي في العالم وفي العرب وفي أفريقيا. إن شاء الله النادي الأهلي يسعد ملايين الجماهير على مستوى العالم، وإن شاء الله هيكون في تواجد جماهيري كبير جدا جدا لمساندة النادي الأهلي ومؤازرته في أثناء المباراة. وإن شاء الله الأهلي يقدر يفرح كل الجماهير ديت، لأنها تساند النادي الأهلي وعارفة مين النادي الأهلي، وعارفة النادي الأهلي بيفرض شخصيته وقوته، وعمل إيه قبل كده في كأس العالم للأندية، وأخد ميداليات كتير جدا، برونزية النادي الأهلي، برونزية المركز الثالث. طبعا النادي الأهلي كل الفرق العالمية عارفين مين النادي الأهلي، تاني فريق على مستوى العالم يحصل على بطولات بعد ريال مدريد. النادي الأهلي إن شاء الله فجر الأحد هنسمع مباراة وهنشوف مباراة قوية جدا جدا، وإن شاء الله النادي الأهلي يقدم عروض طيبة ومرضية، وإن شاء الله يتخطى مباراة الافتتاح ويفرح المصريين ويفرح كل الأهلاوية في الوطن العربي وعلى مستوى العالم. وهنشوف تشكيل متوقع جدا وتشكيل مهم جدا من المدرب ريبيرو خوزيه. إن شاء الله نقدر نقول لكم على التشكيل ده وأهم تشكيل للنادي الأهلي في مباراة إنتر ميامي كما يلي.